ليه بنربي ولادنا بالطريقة اللي اتربينا بيها حتى لو مش مقتنعين بيها؟ يعني باختصار، لو باباك كان بيعاملك بقسوة هتلاقي نفسك بتكرر نفس الأسلوب مع ولادك من غير ما تحس. ولو مامتك كانت دايما بتهملك أو بتقولك مش فاضية، هتلاقي ردك جاهز: مش فاضيلك دلوقتي. بس هنا السؤال: مش احنا أحسن منهم؟ يعني ايه نفضل نكرر في أخطائهم القديمة عشان ده اللي اتعودنا عليه؟ التربية مش غريزة بتحصل لوحدها، مش لأنك بابا أو لأنك ماما يبقى عندكم كل الحلول الجاهزة. لأ، دي مهارة بتتعلمها زي أي حاجة تانية. طب هو التغيير صعب؟ أيوة، بس لازم نعمله. مش لازم نربي ولادنا بالطريقة اللي خلتنا نحس بالأذى واحنا صغيرين. ما تقولش أنا اتربيت كده وبقيت شخص كويس وانت عارف ومتأكد ان الطريقة دي غلط. ولو فضلنا متمسكين بالتربية بالطريقة القديمة من غير ما نفتح عقولنا، هنفضل في دايرة مقفولة. طب ازاي نغير؟ ازاي نتغير؟ اسأل نفسك: ايه اللي كان بيوجعني وانا صغير؟ وما تكررهوش مع ولادك. العلاج مش عيب. لو في صدمات قديمة من طفولتك ومعالجتهاش، هتطلعها على ولادك من غير ما تحس. العلاج النفسي مش رفاهية، دي مسؤولية. احنا جيل عايز يكسر الدايرة دي. مش عايزين ولادنا يكبروا ويقولوا احنا اتأذينا في البيت اكتر ما خدنا حنان. وما تنساش ان الصدمات اللي عديت بيها مش ذنبك، بس علاجها مسؤوليتك. جربوا التحدي ده النهاردة. بدل ما ترد بلأ على طول، قول فهمتك بس تعالى نفكر سوا ليه ما ينفعش. وخد بالك قد ايه هتلاقي نفسك هتقول لأ من غير ما تحس. وخلينا نختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله من أعان ولده على بره. وكنا معكم في بودكاست كن إيجابيا تحيا بصحة جيدة. ما تنسوش كل خطوة صغيرة بتفرق.